يا صباح الفوقان على كيفة القهوة في كل مكان. دي قناة نبيذ العرب ومعاكم القهوجي. جاي لكم النهارده في حلقة جديدة من سلسلة القهوة التركي. احنا ماشيين في السلسلة، وكل ما اقول هنخلص كل ما اقول خلاص اللي جاي ده اخر فيديو، الاقي ظهر لي نوع جديد، او الاقي جت في راسي فكرة، او الاقي ناس سألتني على مقارنة ما بين نوعين. فانا اللي هعمله في الفترة اللي جاية ان انا همشي التركي في نفس الوقت مع الاسبريسو. ممكن ندخل موكا بوت شويه، ممكن ندخل فلتر شويه، بس هنحاول نركز قوي على التركي في الفتره الجايه، لان استفسارات الناس واسئلتهم على التركي كانت كتير قوي. طيب احنا جايين النهارده نعمل ايه؟ احنا جايين النهارده هنقارن ما بين نوعين من القهوه التركي. هنقارن ما بين العميد القهوه التورينو، وهنقارن ما بينه وما بين سيلاز التورينو. العميد وسيلاز من اكتر الانواع اللي انا دقتها مؤخرا وكانت عجبتني. يمكن العميد دقته قريب قوي، سيلاز كنت دقته من فتره طويله، فحبيت ان انا اجيب الاثنين واعمل ما بينهم مقارنه. معايا هيل رماله الناسو ستيل اللي بتشيل 4 كنكات الكوادرو، فهناخد عليها دلوقتي النوعين دول، هنجرب نعمل لهم مقارنه سريعه ونقول لكم راينا فيهم ايه، وبعد كده بقى ممكن نجيب انواع تانية كتير ونقارنها ان شاء الله مع بعض. هنقارن على اساس ايه؟ اول حاجه على اساس الريحه، الطعم، الافتر تيست، الوش، القوام، كل حاجه ليها علاقه بالقهوه. خلينا نبدا الاول مع العميد التورينو. طبعا العميد التورينو ده العميد الكويتي الاصلي. انا جايبه منين؟ انا جايبه عن طريق شركه المذاق، اللي هو الموزع الحصري لبن العميد الكويتي. تمام؟ فانا هنا بتكلم عن العميد الكويتي. ده شكل العبوه، ده شكل العبوه الاصليه، لان في مش اصلي كتير زي ما انتم عارفين من الكويتي. بالنسبه للريحه، يمكن انا كنت عملت فيديو قبل كده بتكلم فيه عن الفليفرز الخاصه بالعميد، فكان من ضمنها التورينو، فتقدروا حتى تشوفوا اللينك بتاع الفيديو هيظهر لكم دلوقتي. بس اللي انا فاكره واللي انا شامه ان ريحه القرفه مش قويه قوي، في ريحه شوكليت وفي ريحه قهوه. بس طبعا اول ما شمت النار، لو انتوا فاكرين ومذاكرين الفيديو الاولاني كويس، اول ما شمت النار ريحه القرفه بقت قويه وبانت. بس الريحه حلوه، الريحه لطيفه جدا، الشوكليت مع القرفه حاجه حلوه جدا. خلينا ناخد سيلاز. طيب بالنسبه لسيلاز، الريحه لا هي قرفة ولا هي شوكولاتة ولا هي قهوة، هي ميكس ما بين ثلاثة، بس ريحة غريبة. يعني انا ما اقدرش اقول ان انا شامم ريحة قرفة واضحة او شوكولاتة واضحة او قهوة قوية، لا، هو في ميكس كده. خلينا نشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. احنا هنستخدم زي ما قلت لكم الرمالة. ثانية واحدة اجيب الكنكتين عشان نبدأ على طول. كده كل ادواتي جاهزة، جبت الكنك وجبت السكامونة فيها المية المعدنية وكله تمام. يلا نبدأ. ناخد الاول معلقتين كبار مليانين على الاخر من التورينو من سيلاز، ونزود نص كمان عشان انا عاملها بالمية، فعايز ادوقها تقيلة، الطعم يبقى باين قوي. طبعا خلي بالكوا انا ما بشربش بسكر، فالحته دي شويه برضو بتخليني بحس لا ان الانواع دي من القهوه محتاجه لبن وسكر، مش محتاجه ميه. بس انا عايز احس بالطعم، عايز اقارن، فبعتمد بشكل كبير ان انا ما احطش ميه، ما احطش لبن ولا احط سكر. بس انت لو بتعملها في البيت وعايز تاخد احسن نتيجه، عليكوا الميه والسكر، هتنبسط جدا جدا جدا. قصدي يعني عليك باللبن والسكر. ناخد بقى العميد الكويتي التورينو ونجرب. حطيت برضو معلقتين ونص مليانين علشان برضو ايه، اخد طعم مظبوط. انا مسخن الرمالة، والرمالة جاهزة دلوقتي انها تستقبل الكنكة. كده احنا جاهزين نسقط الكنك بتاعنا في الرمالة زي ما انتم شايفين كده.
معانا الخشبه دي، نبدا ايه نغطس. انا بعمل ايه الطريقه احسن طريقه لقيتها للرماله عامه، تغطس الاول 3/4 الكنكه او تلتينها في الرمل وتسيبها دقيقتين، ما تعملش اي حاجه، وبعدين بالمعلقه تديها تقليبه، وبعد التقليبه دي تبدا بقى ايه تمشي بالكنكه جوه الرماله، فتبدا القهوه تعلى. اول ما تلاقي القهوه بدات تعلى تبعد للجناب، لان الهيتر في النص، فالنص هو اكتر حته سخنه، تبعد في الجنب وتفضل تمشي في الجنب، وتفضل كده لحد ما تحس خلاص ان القهوه هتفور. اول ما ده يتم يا تصب على صبه واحده، وده اللي انا بحبه ان انا اصب على صبه واحده، يا اما تصب على صبتين، ان انت تستناها لما تعلى تنزل بنص الكنكه وترجع تاني لحد ما تعلى تاني وتنزل بنص الكنكه. ان في ناس بتحب الصبه الواحده اللي هم زيي، لان شايف كده ان القهوه خلاص وصلت لدرجه الحراره المظبوطه وده الوقت اللي لازم اشربه فيها. في ناس بتحب تزود الوش، فتطلعها الاول صبه اولى وبعدين تسيبها وتطلعها صبه تانية، فاللي بيحصل ان الحبه التحتانيين دول درجه حرارتهم بتعلى قوي وبتوصل للغليان، وده بيخلي طعم القهوه مش حلوه. فانا قلت برضه اقول لكم المعلومه دي لان انا اتسالت عليها على اليوتيوب والفيسبوك اكتر من مره. زي ما انتم شايفين كده عدى دقيقتين، فما دام عدى دقيقتين بقوم مدي التقليبه الجميله اللي انا قلت لكم عليها. بعد كده بقى ايه ابدا بقى براحتي بقى، شايفين اخش بقى بالكنكه براحتي، بلعب فيها في الرمله ولا اكني في المصيف. ولو عايز اغطس الكنكه جوه اديها لايه حبه الرمله. بصوا في الجناب، انا عايز اقول لكم انا مستني الشتاء يدخل بفارغ الصبر عشان اعمل القهوه على الرماله دي، لان انا متاكد انها في الشتاء هتعمل معايا شغل عالمي، لان هي دلوقتي مدياني شويه سخونيه كده، والجو اليومين دول سخن قوي، بس مش مشكله. خلاص احنا كده القهوه خلاص قربت تخرج من على النار. ارجع لكم اصب القهوه حالا دلوقتي. رجعت لكم تاني اهي. القهوه خلاص بتعمل ايه، الاتنين شكلهم هيخرجوا مع بعض بالثانيه. طيب زي ما انا توقعت بالظبط الاتنين اهم خرجوا في نفس الوقت. يلا ناخد الاتنين ونصبهم. الاولى دي ده العميد. اول ملاحظه الوش بتاع العميد مفهوش اي بابلز، مفهوش اي فقاقيع، وش تقيل ومتجانس وكريمي. الوش لسيلاز، لا الوش السيلاز مليان فقاقيع على الوش وخفيف جدا واقل من العميد. فالنقطة الاولى بالنسبة لي كانت الريحة، فانا ريحة العميد عجبتني اكتر وحسيت فيها ان الحاجات واضحة اكتر. خلينا بس ايه نحط الكوبايات صح بدل ما نتلخبط. دي هنا سيلاز وده هنا العميد. اول نقطة بالنسبة للريحة، ريحة العميد عجبني اكتر، حسيت بريحة القرفة واضحة. ممكن نقفل دي خلاص. حسيت بريحة القرفة واضحة، حسيت انها مش قوية قوي في الريحة جوه الكيس، بس كانت قوية وهي على النار وبدأت تطلع وتبقى اقوى. تاني نقطة الوش في العميد كان اعلى، كان كريمي اكتر، ما كانش فيه فقاقيع قوي وكان اويلي شوية، فيه سيكة زيت كده من القهوة. هنا في سيلاز الريحة ما كانتش قوية، ما عجبتنيش قوي، ما اقدرش احكم قوي من الريحه في الحاجات اللي زي دي، بس ما حسيتش ان انا قادر اميز القرفه لوحدها والشوكليت لوحده والكلام ده. الوش اخف سنه وفي فقاقيع مش قوي بس اخف سنه. نيجي بقى للنقطه المهمه وهي الطعم. فخلينا ناخد اول واحد العميد. ريحه القرفه بقى بقت قويه وعليت قوي معايا، وريحه الشوكليت باينه على اقل. اختلفتش اي حاجه عن لما عملتها في الفيديو اللي انا قلت لكم عليه في الاول. طعم الشوكليت قوي وجميل، طعم القرفه واضح وريحتها داخله من المراخير مكمله اللعبه. طعم القهوه في الباك جراوند معاك بيزق.
التلاتة على بعض يدوك فنجان حلو، حاجه كده تحلي بيها. حط بقى عليه لبن وسكر وعيش حياتك، حط عليه شويه نوتيلا وانبسط. اوكي ده كده بالنسبه للعميد. تعالوا يلا نجرب سيلاز. اشرب بس ميه وابقى معاكم حالا. الدنيا حر قوي. شربنا ميه، يلا بقى ايه ناخد سيلاز. ريحته مش حلوه يعني في الاول انا قلت الريحه مش قادر ابين منها، لا ريحته مش حلوه، ريحته فيها حاجه غلط، فيها حاجه مش طبيعي. مش ريحه قرفه ومش ريحه شوكولاته، ريحه الكريمر اللي بيبقى في الثلاثة في واحد والكلام ده. طب بالنسبه بقى للطعم، طعمه خفيف، مفيش قرفه خالص. ثانيه واحده اتاكد ان ده تورينو اصلا. لا تورينو مفيهوش قرفه. القرفه الى حد ما خفيفه. انا مش عارف هو مفيهوش قرفه ولا انا بعد ما شربت ده القرفه اللي فيه مش مخلياني حاسس باللي حواليه قوي. مفيهوش قرفه قوي. طعم الشوكليت خفيف وطعم القهوه خفيف. لا ما انبسطتش من سيلاز. يمكن لما دقت سيلاز اول ما بدات خالص وكنت بعمل فيديوز ليهم ما كنتش بقارنه بحاجه، فكان طعمه متوسط بالنسبه لي لطيف. بس لا، وانا بقارنه بالعميد، العميد قوي. الملخص بقى والنتيجه، رقم واحد انا اللي عجبني هو العميد لاسباب كتير. اولها الريحه، الوش، القوام، الطعم، احساسي ان الحاجه الكواليتي عاليه وطبيعيه، ما فيهاش طعم غريب او حاجه فيها كيميكال عالي. سيلاز بالنسبه لي كان مستواه متوسط لاسباب. اولها الريحه ما كانتش حلوه، لا جوه الكان نفسها ولا جوه المشروب نفسه ولا وهو على النار. تاني حاجه الوش بتاعه كان فيه فقاقيع كده شويه، كان خفيف، والقوام نفسه ما كانش تقيل قوي. تالت حاجه ودي اهم حاجه بالنسبه لي، الطعم. انا هدف المشروب ده قرفه شوكولاته قهوه، انا ما حسيتش بالتجانس اللي ما بين الثلاثه، وما حسيتش بالقرفه وما حسيتش بالشوكولاته. فده كده بالنسبه للنوعين بتوع النهارده. ان شاء الله المره الجايه ممكن نقارن ما بين نوعين تانيين خالص بانواع تانيه. خليكم معانا واستنونا، واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. السلام عليكم.